السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا انا دلوقتي هعمل غدا. طب بتعملي غدا ايه؟ ده انت الحلقة اهي. بصوا انا بعمل ايه. النور عندي ما شاء الله بيقطع من 1 ل3. تمام. فبجهز اكلي من بالليل. الحاجات اللي انا ينفع اعملها بالليل بعملها. زي ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي كنت النهارده ناويه اطبخ لحمه وهطبخ يعني. تمام. رحت شوحت اللحمه كده بالبصل من بالليل. بصوا هسيبها بس تفك. بشرت بصله. انا برضو بقول لكم افكار عشان لو النور بيقطع عندكم برضو في الوقت بتاع الغدا، وقت عماير الغدا. يعني الوقت النور بيقطع عندي من الساعه 1 ل3. تمام. ففي الوقت ده الخزان بيكون فضه ميه، فيبدا من 3 ل4 ونص او 5 الخزان بيتملى. فبالتالي يعتبر ان انا ما بعرفش اشتغل من الساعه 1 للساعه 5. تمام. وانا بس بودي عيالي المدرسه، كريم يعني بوديه المدرسه وباجي انام، ما ببقاش صاحيه. تمام. لان انا جوزي بيجي بالليل متاخر، فبضطر ان انا ما انامش بدري. اوكي. فبنظم حياتي ان انا اكلي بظبطه بالليل. يعني انا الاكل ده عملته بالليل. عملت ايه بقى؟ ايه اللي جهزته؟ يعني بس عايزه خلاط، وطبعا مش هعرف استخدم خلاط لان الكهرباء قطع. بضرب طماطم بالليل. سلقت لوبيا. عملت اللحمه دي ببصل توفيره برضو ان انا غسلت المواعين وكده، لان ما يكونش عندي مواعين، وكمان الكتل عشان الميه السخنه وكده. فشوحت اللحمه بالليل وسويتها خالص، يعني خليتها خلاص ان هي تبقى ايه على الخضار. تمام. وسلقت اللوبيا كده، فاضل لي الرز بس. تمام. هقول لكم بقى ايه هنعمل ايه مع بعض. دي كده ايه افكار للناس اللي النور بيقطع عندها في وقت ميعاد الغدا. واحده جايه بتروح تشتغل وجايه عايزه تحط الاكل على طول على النار، ممكن الحاجات دي تعملها بالليل. طبعا الاكل كده مش بايت خالص. يعني انا اهو شوحت اللحمه. انا كنت ممكن اخلص كل الاكل بالليل لكن ما حبيتش الصراحه. والله يعني دلوقتي اهي الساعه بقت 3 والميه لسه ما جاتش. مشكلتي بقى حاليا في الرز، يعني ان الرز طبعا عايز ميه يتغسل بيها، وانا ما بعرفش استعمل ازاز والحاجات دي. خلاص دي بس تسخن كده. بصوا اللوبيا اهي سلقتها وشطفتها وسبتها ايه في طبق كده وغطيتها في التلاجة. هقسم بقى اللحمه دي على حلتين عشان هعمل باميه وهعمل لوبيا. هعمل الاثنين. تمام. عشان عندي جزء بيحب الباميه وجزء بيحب اللوبيا. بصوا بقى هطلعها باميه من الفريزر مجمده لسه زي ما هي. احطها ايه هنا على اللحمه. وهوطي عليها وفك كده ايه واحده واحده. تمام. وهنا بقى بصوا برضو الصلصه ضربها من بالليل. لازم نتعامل مع الموقف. يعني هنعمل ايه؟ هقلبها بس عشان ايه بترقط تحت. هنزل هنا بنص الصلصه. دي كده للوبيا. الطماطم دي ضرباها بحته توم مفروم، عشان عندي توم مفروم ما عنديش توم صحيح. يعني لو انت عندك توم صحيح حطي توم صحيح. فضرباها بحته توم مفروم وحته فلفل احمر برضو من اللي عندي مفروم. عايزه تحطي فلفل اخضر حطي، بيدي نكهه حلوه قوي للصلصه. بس هنا ما بنحطش اكتر من ملح وفلفل اسمر للوبيا. وكده حلو قوي.
الباميه ايه، هنقعد نقلبها كده عشان ايه هغطيها كمان عشان تعرف تفك. تمام. بصوا الباميه اهي فكت دقيقه بالظبط وتلاقيها فكت على فكره، لكن انا ما بحبهاش اطلعها من الفريزر تفك، بحبها تفك كده على النار. كده زي ما قلت لكم هتقف معايا على الرز، بس الرز بحبه ميه سخنه يعني تسويه بميه مغليه، هتلاقيه ما خدش منك وقت خالص. دي حاجه تشوحها حلو قوي. التشويحه دي مع بسله مع باميه مع اي خضار انت مفرزاه ما بتحسيش ان انت بتاكلي خضار متفرز، فاصوليا بقى بسله باميه اي نوع خضار. حط بقى ايه معلقه صلصه كده بتديها قوام حلو. وهنا كمان اللوبيا، انا لازم اي خضار احط عليه معلقه صلصه، وما بعرفش اطبخ خضار بالصلصه دي، بس استحاله ما استطعموش ولا اعمل مكرونه بالصلصه دي، بس لازم الطماطم الفريش. الصلصه دي استخدامي ليها ان انا اتقل الصلصه، مش ان انا تبقى طبختي ابدا. يعني ما تبقاش هي اللي في البسله في الباميه في الفاصوليا اللوبيا، لا لا خالص. احط كده اخليه بس بيتقل لي قوام الصلصه بتاعتي بتاعت المكرونه او بتاعت الخضار. كده خلاص بقى انزل ايه بالصلصه بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى مفيش ميه، يعني بصوا دلوقتي مفيش ميه، خزان بقى ايه. بس انا كده ابقى خلصت من الاكل بقى، هقعد اذاكر انا وكريم شويه، احنا كلنا يعني لسه فاطرين مع بعض، هنقعد بقى نذاكره شويه واجي اعمل الرز لما الميه تيجي، لان طبعا مش هعطل نفسي اقعد مستنيه الميه تيجي، لا هنقعد ايه نذاكر شويه. يبقى اقول لكم في تكات كده اللي بعملها. شطفت البيض كده بالازازه، قرن فلفل، معلش صوت ايه ده اسفه جدا. احط ملح، زعقت لهم وجيت تاني يعني هما بيلعبوا طبعا. ملح. بصوا بقى هنا لازم نحطه ايه في الباميه، كزبره، بس لسه مخدتهاش والله، كنت شاريها من بيت الجمله لسه مخدتهاش. كده حبه طماطم، طبعا ما باخدش معلقه عشان بوفر مواعين، انا عايزه اقول لكم يعني الحبه اللي انا عملتهم دول بقولوا لي حط مواعين، وانا بكره حاجه في حياتي، اكتر حاجه بكرهها ان انا ما اغسلش المواعين ورايا وانا بعمل الاكل، يعني بجد حاجه يعني مش عارفه اقول ايه. بس انا والله هكلم صلاح يعني حارس العماره، هكلم الحارس بتاع العماره هخليه يطفي المحبس عشان الخزان ما يفضاش اثناء ما النور يكون قطع، لان كده كده النور قطع ده بيوقف حالنا، ما تعرفيش تعملي اكل، ما تعرفيش تقفي. بس كده. وحته تومه بقى نيه، لازم حته التومه النيه دي.
حته تومه كده من المفروم نيه. كده الباميه بتاعتي خلصت. الصلصه بس دي تغلي تتسبك كده حبه، عشان طبعا اللوبيا مسلوقه ومستويه. هروح ايه ساقطه فيها انا ما حطيتش حبه الفلفل الاسمر، صح ولا حطيت ولا انت فاكره؟ عشان خاصه نحط حبه كمان فلفل اسمر، يعني بيدي طعم حلو للاكل. يبقى الباميه ملح وفلفل اسمر وكزبره وثوم. تمام. بس ممكن اعمل معاكم الرز واحتمال لا، حسب بقى ايه الظروف. تمام، يعني حسب الميه هتطلع ولا مش هتطلع. هضطر اعمل الرز بميه مركونه، اغسله يعني بميه من الازايز، الله اعلم. تمام. بصوا بقى كده الاكل خلص. ادي اللوبيا وادي الرز وادي الباميه. كده خلاص اكلتنا خلصت الحمد لله. عملت بقى الرز انا مع حالي، ما رضيتش اطول عليكم. بس انا بس حبيت اقول لكم، طبعا الاكل ده عملته معاكم كذا مره، حبيت اقول لكم بس فكره ازاي تجهزوا الاكل بالليل والكلام دوت، وازاي تنظموا وقتكم. يعني دلوقتي هي الساعه 5. تمام، الاكل خالص. يا دوبك بس الرز انا استنيت لما الميه تيجي عملت الرز. والاكل بص انا بسخنه تاني عشان البرد طبعا. تمام، لان انا كنت مخلصه تقريبا كانت الساعه 3:30 لما خلصت. تمام. بس كده بقى، ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.